السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كرام العيدي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان حسام طلع نبيه وفي الفشل أخذ الكاس. في وجود وزير لا مساس، وزير لكل إمكانياته، إن هو قعد مع لعيب عشان يقنعه إنه يقعد مع يجدد نادي الزمالك اللي هو فرجاني ساسي، وكمان فشل في المهمة دي. وزير موجود في عهده مصر ما خدش أي بطولة في أي مجال أو في الكورة يعني تحديدا، ما خدناش أي بطولة. فطبيعي جدا إن إحنا نتحرك من فشل لفشل. وزير كل اللي موجودين في عهده كلهم لازم يكونوا زملكاوية، بداية من رئيس اتحاد الكورة كان أبو ريدة، وبعده جمال علام، وحاليا أبو ريدة تاني. وفي الوسط طبعا عمرو الجنايني واحمد مجاهد. يمكن احمد مجاهد الوحيد في المجموعه دي كلها الاهلاويه، بس احنا كلنا عارفين ان احمد مجاهد هو الدراع اليمين لابو ريده. يعني احمد مجاهد هو ابو ريده، فكلهم يعتبروا زملكاويه يعني. طبيعي طبعا في العهد ده ان احنا نلاقي واحد زي اسامه نبيه. معرفش ايه امكانياته يعني انه يمسك منتخب مصر للشباب. واحد كل اللي احنا نعرفه عنه ان هو كان بيفوت، ده باعترافه هو، ان هو قال ان في لقاء تلفزيوني انا كنت في ماتش الزمالك والمحله وكانت الكوره بتجيلي هجيب جون، قعد ضيع كذا كوره، وفي اخر كوره مش عارف اعمل ايه، فقلت لابراهيم شيلها من قدام يا ابراهيم، أنا كنت هجيبها جون. فواحد بيعترف ان هو وهو بيلعب في المحله كان بيفوت للزمالك. ومدرب ما افتكرش ان انا شفته بيدرب حد قبل كده يعني، كله كمساعد مدرب. مثلا اكتر حاجه عملها انه مساعد مدرب لكوبر، هيكتور كوبر، في المنتخب المصري. واللي عمله في الفتره دي ان هو عمل مشاكل كتيره جدا، وتسبب في ان حسام غالي يمكن ما لعبش كاس العالم 2018 عشان المعامله اللي كان بيعملها للاعيبه النادي الاهلي. أسامة نبيه زي ما قلنا مدرب ما شفناهوش ناجح في أي حاجة، عمره ما نجح يعني، ما شفتوش أي نجاح في الحياة يعني كمدرب. فجأة أنا بيمسك مدرب من الناشئين، وطبعا كان طبيعي جدا إنه يفشل في إنه ياخد بطولة أفريقيا، ووصل لأن كأس العالم كان بياخد مجموعة كبيرة من منتخبات أفريقيا. ولما وصل فشل في إنه يحقق أي نتيجة، اتغلب مباراتين وكسب ماتش تشيلي وخرج من الدور الاول. والغريبه يعني ان هو لما شفناه لما مع ابراهيم فايق لما طلع، ابراهيم فايق بيكلمه يقول له هو انت عايزني اكسب اليابان يا ابراهيم؟ كان بيقول بيتكلم عن البرازيل مثلا او المانيا او الارجنتين، يعني اليابان. وطب نيوزيلندا، قال له نيوزيلندا كمان. نيوزيلندا تاريخ الكروي ما اعرفش هو ايه يعني. نيوزيلندا اللي احسن فريق عندها اوكلاند سيتي، اتغلب اكتر من مره من الاهلي، واتغلب حتى من بيراميدز. نيوزيلندا الفقيره جدا كرويا يعني، هو شايف ان هو ما يقدرش يكسبها يعني. ده اسامه نبيه اللي جه يدرب المنتخب. نفس الكلام على منتخب الناشئين. احمد الكاس برضو اللي احنا ما شفنالوش اي انجاز في حياته. كلاعب هو كان لاعب رائع، لكنه كمدرب ما شفنالوش اي انجاز في الحياه يعني. وكل الفرقه دربها فرقه في درجه تانية، وما نجحش حتى مع اي فريق ان هو يقدر يوصل بيه للدوري الممتاز. فجاه النبي درب منتخب الناشئين، برضه وصوله لكاس العالم بنفس الشكل منتخب الشباب، ان هو وصل علشان خاطر منتخبات افريقيه كتيره وصلت يعني، ما خدش بطوله. لكن كاس كان ميزته يعني، او الحاجه اللي تحسب له ان هو رجل فير يعني، الكويس بيلعب والوحش ما بيلعبوش يعني، بيضم احسن ناس. ويمكن عشان كده ربنا كرمه يعني ان هو قدر يعدي المرحله الاولى. فهو عدى المرحله الاولى ولاعب سويسرا، اتغلب وخرج طبعا برضه بشكل مهين يعني، اتغلب 3-0، وكان فرقه ما فيش اي تكتيك، ما فيش اي شكل للفرقه. ثالث واحد طبعا اللي هو حسام، زي ما قلنا حسام نبيه الكاس. فحسام مدرب المنتخب المصري برضه اللي ما اعرفش ايه انجازاته يعني عشان خاطر يمسك منتخب زي منتخب مصر. مدرب ما تذكرش انه خد بطوله في حياته كمدرب. طبعا كلاعب خد بطولات كتير قوي مع الاهلي، خد مع الزمالك برضه، لكنه كمدرب ما نجحش في اي حاجه. كونه انه درب منتخب يمكن الاردن وعمل اداء جيد بيها، لكنه في الاخر اتغلب 5 من الاوروجواي وطلع ما وصلش كاس عالم يعني. النهارده بنشوف الاردن واصله كاس العالم
منتخب الأردن لا منتخب كان منتخب واعد يعني. في أندية درب زمالك، درب مصري، درب اتحاد، درب اتصالات، ما حققش بطولات يعني. حتى الزمالك في وقت من الأوقات كان اتحاد الكورة بيديله الكؤوس هدية، لازم كأس مصر بتتلعب بتتوجه للزمالك عشان ياخد البطولة. حسام حسن ما قدرش ياخدها في الفترات اللي درب فيها الزمالك، في وجود يعني مثلا نلاقي حد زي احمد حسام ميدو خد مع الزمالك، مؤمن خد الكاس مع الزمالك، مؤمن سليمان خد الكاس مع الزمالك، محمد حلمي خد الكاس مع الزمالك. فكان الزمالك بيدوا اتحاد الكوره بيدي الكؤوس للزمالك، ومع ذلك كاس احمد حسام حسن من فشل في انه ياخد اي بطوله مع الزمالك. حسام حسن بعد ما وصل كاس العالم في مجموعه، لو كانت البنك الاهلي او لو حرس الحدود بيلعب كان وصل، كان قدر يوصل برضه بيها كاس العالم يعني. لو فرق زي حرس الحدود دخلت المجموعه دي او بتروجيت مثلا، كانت بسهوله جدا تقدر توصل كاس عالم يعني. كاس عالم اي حد انت 9 منتخبات بتوصل، 9 ونص كمان بيخشوا كاس عالم. فمين المنتخب افريقي اللي ما دخلش يعني؟ المنتخب الافريقي اللي ما دخلش دي مشكله فيه يعني، زي الكاميرون او نيجيريا دي مشكله عندهم هم يعني. مجموعة كانت سهلة جدا طبعا. كان صعب من الصعب جدا انه يفشل انه ما يوصلش كاس العالم، لكنه بعد ما وصل كانه امن علينا يعني بقى نوصل كاس العالم. فنلاقيه بيلعب اوزبكستان، اولا بيرفض انه يلعب البرازيل لانه خايف انه يطلع، لانه عارف ان هاني وريده مش عايزه، انه كده كده مش هيكمل ومش هيوصل لكاس العالم، فمش عايز يلعب ماتش مع البرازيل فيتغلب، فهاني وريده ياخدها ذريعه ويشيله. فلاقيه بيرفض انه يلعب مع البرازيل في الوقت اللي بنلاقي مثلا تونس بتلعب البرازيل وبتعادل 1-1، وكانت متقدمه 1-0 كمان، والبرازيل هي اللي تعادلت، وانشيلوتي طلع كرر، انشيلوتي طلع اثنى على اداء تونس وعلى الدفاع بتاعها في وجود مدرب وطني اللي هو سامي الترابلسي. حسام حسن بيلعب اول ماتش في الدوره وديه مع اوزبكستان المجهوله، ملهاش اي تاريخ كروي، اول مره توصل كاس عالم. في كاس عالم 48 دوله اي حد بيوصل يعني. احنا بنشوف الاردن اول مره بتوصل، بنشوف اوزبكستان الاول مره بتوصل، بنشوف دوله او جزيره زي كوراساو 156 الف مساحتها ما تتجاوزش 400 ألف كيلو، يعني أصغر من حي من أحياء مصر بتوصل كأس عالم. فحسام حسن بيعايرنا بوصول كأس العالم، فنلاقيه لما بيلعب قصاد باكستان بيتهزم، بيتغلب 2-0 بشكل سيء جدا للمنتخب، وشوارع موجودة خلفية، وفي وجود اللي هو هجوم اللعيبه بتخبط في بعض فعليا. احنا بنشوف مش عارفين مين بيلعب يمين ومين بيلعب شمال، ومين في وجود حسام، وجود محمد صلاح، ووجود مصطفى محمد ومروان عثمان. بنلاقي اللعيبه بتخبط، وزيزو اللعيبه بتخبط في بعض يعني. احنا شفنا الكلام ده مع يوستروب بيلعب فعلا باربعه قدام، لكن في كل وقت في موجود حد في اليمين، وفي موجود حد في الشمال، وفي موجود حد في راس الحربه، وفي موجود حد كعشرة، واللعيبه بيعرفوا يتحركوا يعني. لكن احنا كنا بنشوف فعلا في ماتش اوزبكستان اللعيبه بتخبط في بعض. بعد الماتش بيطلع يقول لنا انا كنت جايب عندي 9 لعيبه، بيبرر ما اعرفش ايه يعني. اوزبكستان برضو ما هياش فرقه انت تبرر ايا كان الهزيمه، وبعدين 9 لعيبه، ومين اللي بتتكلم في 9 لعيبه؟ بتتكلم عن امام عاشور اللي انت ما بتستدعوش خالص، بتتكلم عن ابراهيم صلاح، ابراهيم عادل وتريزيجيه ومرموش، اللي هم الثلاثه بيلعبوا في نفس المركز، ما اعرفش هيلعبوا فوق بعض يعني ولا ايه. وبتتكلم عن محمد منعم اللي مكسور بقاله 6 شهور ولسه ما رجعش الملاعب لغايه دلوقتي، ومش هيلعب كاس افريقيا بالاغلب يعني، وممكن كمان ما يلحقش كاس عالم يعني. فده غايب، ما يتقالش عليه غايب يعني لانه الفتره كبيره. وبعد الماتش بعد ماتش اوزبكستان وبعد الهزيمه المذله من اوزبكستان، في ماتش كيب فيرد بيتعادل بسبب مرموش يعني، مرموش اللي بيقدر يتعادل له، وبسبب تألق شوبير بيقدر يفوز المباراة. فهنا بيطلع بقى بيجلدنا يعني، بيطلع ينظر علينا، ويطلع يهددنا، ويطلع يقول ان انا القيادة السياسية اللي جايباني يعني، ناقص ان هو يعني شوية كده وياخدنا يعتقلنا يعني حسام حسن.
بيتكلم في إن القيادة السياسية هي اللي جايباه، وبيتكلم عن الناس ما بتفهمش، وإن هو مدرب وطني، ومش فاهم مدرب وطني، ومفروض إن إحنا ندعمه، ما أعرفش ندعمك بإيه وأنت. ويقول لك أنا عندي 2 محترفين وربع. 2 محترفين وربع في حاجة مسيئة جدا للاعب المصري. يعني هو بيتكلم عن الربع عن مصطفى محمد طبعا، يعني هي كده طبعا حاجة بتسيء لمصطفى محمد وبتسيء للاعيبة المصريين كلهم، حتى اللعيبه المصريين اللي موجودين داخل مصر. فانت تقول لي لعيبه محترفين، انت مين؟ كيب فيرد اللي تقول لي عليهم محترفين؟ انت كيب فيرد فعليا لو اتسمح ليها زي فلسطين مثلا انها يبقى اللاعب اللي من كيب فيرد يعتبر مصري، مفيش اي حد من منتخب كيب فيرد هينضم لا للاهلي ولا البيراميدز. مستواهم اقل كتير جدا من لعيبه الاهلي ومن لعيبه بيراميدز. معظم اللعيبه اللي موجودين ما ينفعوش يلعبوا في الدوري المصري. ولو بتتكلم عن المحترفين وهتخوفنا من المحترفين، زي ما كان الكابتن محمود الجوهري بيقول قبل كده ان انا بلاعب كل ما يلعب فرقه يقول لك انا بلاعب عندهم محترفين، عندهم محترفين. انت المحترفين دول بيلعبوا فين؟ يعني انت عندك محترفين الجوده، عندك محمد صلاح بيلعب في ليفربول، عندك عمر مرموش بيلعب في السيتي، عندك مصطفى محمد بيلعب في نانت. عندك محترفين كتير انت ما بتضمهمش. عندك محمد اشرف، عندك محمد نصر، عندك في اللعيب اللي هو اسمه اللعيب اللي بيلعب في ريال فيديو، برضو ده مصري. وانت ما بتضموش، في لعيبه كتير جدا مصريين موجودين بره تقدر تجيبهم، هيبقوا في اعلى كفاءه من وسام مرسي طبعا ما بينضمش. دول اعلى كفاءه من لعيبه كيب فيرد، بس انت ما بتضمهمش وبتضم، بتفضل اللعيبه المصريين. آه، اعتقد طبعا يعني دايما في وجود حسام حسن، وفي وجود قبله الكاس وأسامة نبيه، فاحنا مستقبل الرياضة في مصر مستقبل مظلم. طبعا نتمنى يعني ان يكون في خطوة من هاني بريدة، ان هو فعلا يعني زي ما هم احنا كلنا عارفين ان هو بيحضر انه يجيب حد مجرد اي اخفاق لحسام حسن، يجيب حد يلحق المنتخب عشان يبقى ليها شكل في كأس العالم. اعتقد ده اهم مكان في الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.